قبل ما نبدأ هذا الفيديو لازم نقدم لكم كل الشكر على الدعم اللي بتقدمونه، والناس اللي ما بتشترك في القناة. ليش يا عمي؟ ادعمنا كتاب نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي. نظرية الفستق هو كتاب تحفيزي للكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، يهدف إلى إلهام القارئ وتشجيعه على تحقيق النجاح والتغيير الإيجابي في حياته. يستخدم الكتاب أسلوباً بسيطاً وعميقاً في آن واحد، مستوحياً أفكاره من حكاية الفستق كرمز للنمو والتطور. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. يشير الكتاب إلى أهمية أن يبدأ الإنسان بفهم نفسه وتحديد قيمه وأهدافه وطموحاته. يؤكد أن كثيراً من مشكلات الإنسان تبدأ عندما يجهل نقاط قوته وضعفه أو لا يعرف أهدافه الحقيقية. يناقش الكتاب كيف أن كل شخص يرى العالم بناء على تجربته الشخصية، مما يؤدي إلى اختلاف التصورات. يدعو إلى التفاهم والتعاطف مع الآخرين بدلاً من إصدار الأحكام السريعة. يشدد الكاتب على أن القرارات الصغيرة اليومية تشكل مصير الإنسان. يوضح كيف يمكن أن تؤدي الأخطاء الصغيرة مثل عدم التفكير الجيد إلى كوارث، بينما يمكن للتفكير السليم أن يحدث تحولاً إيجابياً. يدعو الكتاب إلى التوقف عن لوم الآخرين أو الظروف الخارجية وتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتنا وقراراتنا. يؤكد أن التغيير يبدأ من داخل الشخص وليس من العالم الخارجي. العقل يؤثر على تصرفاتنا بشكل مباشر، وبالتالي على نتائج حياتنا. يشير إلى أهمية التفكير الإيجابي وإعادة صياغة الأفكار السلبية لتحسين الأداء الشخصي. يتحدث الكاتب عن قوة العقل الباطن وكيف يمكن توجيهه لخدمة أهدافنا. يقدم نصائح لتحديد العادات السلبية والعمل على استبدالها بعادات إيجابية. يجب أن نعرف كيفية الاستفادة من الفشل كفرصة للتعلم والنمو. يؤكد أن الناجحين لا يخشون الفشل، بل يعتبرونه خطوة نحو تحقيق أهدافهم. التوقف عن تكرار الأخطاء وتحليلها بموضوعية لفهم الأسباب وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى. يناقش الكتاب كيف أن البيئة المحيطة، الأصدقاء، العائلة، المجتمع، تؤثر بشكل كبير على طريقة التفكير والسلوك. ينصح باختيار دائرة الأصدقاء بعناية وتجنب المؤثرات السلبية. يشير الكتاب إلى تأثير الكلمات التي نستخدمها مع أنفسنا ومع الآخرين. الأفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة تقيد إمكانيات الإنسان، بينما يمكن للكلمات التحفيزية أن تعطي دافعاً كبيراً. التخطيط الجيد يساعد على تحقيق الأهداف بشكل أكثر فاعلية. يدعو الكاتب إلى وضع خطط يومية وأسبوعية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. التركيز على الأهداف وعدم التشتت في أمور غير مهمة هو أحد أسرار النجاح. يدعو الكتاب إلى وضع أولويات واضحة والتخلص من المشتتات. القصة الرمزية. نظرية الفستق توضح كيف أن قرارات بسيطة وغير مدروسة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. الكاتب يركز على ضرورة الانتباه للتفاصيل الصغيرة التي تؤثر على مجرى حياتنا، ويمكن أن نلخص رسائل الكتاب الأساسية في 5 نقاط. أولاً، غير طريقة تفكيرك لتغير حياتك. ثانياً، تحمل مسؤولية حياتك دون إلقاء اللوم على الآخرين. ثالثاً، لا تتوقف عن التعلم والتطور الشخصي. رابعاً، كل قرار صغير يساهم في رسم صورة كبيرة لمستقبلك. خامساً، احرص على التفكير الإيجابي ومواجهة التحديات بروح متفائلة. وفي الأخير، نرى أن كتاب نظرية الفستق هو دليل عملي لتحسين الذات وفهم الحياة بطريقة أفضل. يقدم نصائح قابلة للتطبيق تساعد القارئ على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وتحقيق أهدافه وتجاوز العقبات. إنه ليس مجرد كتاب للتنمية الذاتية، بل رحلة لاكتشاف الذات والتأثير الإيجابي على الآخرين.